النادي الاهلي بيخلص في صفقة موديست الفرنسي صاحب ال 35 سنة. عنده 35 سنة والاهلي بيخلص معاه. طب بتخلص معاه عشان تعملوا ماتش اعتزال يعني ولا هتعمل له ايه؟ إدارة النادي الاهلي عشمتنا ان هم يجيبوا مهاجم كبير ومهاجم عالمي ومهاجم هجام بمعنى الكلمة. ماشي، الراجل ده كان كويس قوي لما كان صغير، لكن دلوقتي 35 سنة جابه تعمل بيه إيه؟ تعمل معاه ماتش اعتزال؟ هتديله موسم يعتزل فيه وخلاص وشكرا على كده؟ عشمونا الاول ان هم هيجيبوا موليكا. قال لك هنجيب موليكا وخلاص، صفقة موليكا هتخلص ومش هتخلص، وفي الاخر ولا موليكا جه. وطلعوا قالوا لك اصل موليكا مغلف طلباته وعايز فلوس كتير. لا، احنا هنجيب سوزا بتاع كوريا الجنوبية، البرازيلي اللي بيلعب في كوريا الجنوبية. وبعد كده طلعوا قالوا لك لا، اصل سوزا والفريق الكوري الجنوبي طالب برضه مطالب عالية وعايز فلوس غالية. طب انتوا عايزين ايه؟ عايزين مهاجم ببلاش؟ قالوا لك طب خلاص احنا هنجيب جون ايبوكا. طب ماشي يا عم، هاتوا جون ايبوكا مش وحش. قالوا لك لا، اصل جون ايبوكا مش هيمشي مع النادي الاهلي. طب انت عايز مين يا عم؟ راحوا بقى لابو بلاش. موديست ده لعيب جايب بلاش، جايب بلاش. العقد بتاعه خلص مع بروسيا دورتموند وجايب بلاش. لعيب عنده 35 سنة، هتستفاد منه بإيه؟ مش هتستفاد منه بحاجة. صفقة أنا شايفها، هو أرقامه مش وحشة، بس أرقامه من 4 5 سنين. أرقامه كلاعب بيلعب في الدوري الفرنسي والدوري الألماني لعيب مش وحش، يعني أرقامه مش وحشة. بس أنت مش ضامن إن واحد عنده 35 سنة يجي يأدي معاك وأنت بتدور على بطولات. ده لعب مكان هالاند يعني على العموم، يعني ده لعب مكان هالاند، مش عارف يلعب مكان هالاند ازاي. السلام عليكم.